جريمتنا الوحيدة هنا في هذا السجن في تاريخ 31/12/2023، جريمتنا الوحيدة هي أننا نقوم بالهجرة عن طريق البحر إلى إيطاليا. هذه هي الجريمة الوحيدة. لا يوجد جناية جنائية ولا سبب آخر، فقط لأننا نقوم بالهجرة. ولا يوجد مادة في القانون تنص على احتجاز القسري والاختفاء القسري لنا، والتعامل معنا بهذه الطريقة هو يعني ظلم كبير. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الأطفال؟ أين حقوق النساء؟ أين هنا في هذا المكان الذي نقبع فيه يوجد الكثير من الناس، كثير من الأشخاص من كافة جنسيات العالم، نتعرض لإبادة جماعية، نتعرض لأمراض خطيرة، يقومون بالتعامل معنا بقسوة وبضرب وبإهانة. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذنا بأسرع وقت ممكن. الموقع هو ليبيا، بئر الغنم، سجن بئر الغنم. يوجد في مثل هذا الهنجر يوجد 4 هناجر. يمكنكم البحث عن هذا السجن عن طريق جوجل. يوجد في مثل هذا السجن، يوجد مثل هذا هذا الهنجر يوجد فيه 4، واحد خاص للنساء، واحد خاص للسوريين، واحد خاص للأطفال. نتعرض لجميع أساليب التجويع والإبادة هنا في هذه المخازن. أقوم بالتصوير داخل أحد الجوالات التي تم تهريبها إلى داخل السجن، لكن الجوال سوف يتم قطع الاتصال قريبا لأنه لا يوجد شحن في هذا الجوال، لا يوجد شحن. أبو نسيم، شو بتحب تحكي؟ بحكي بناشد المنظمات الإنسانية، إن كان في منظمات إنسانية لسه بعدها تيجي تراعي المواقف هاي الموجودة هون. لا أكل ولا شرب ولا شيء، ونحن كله جرمنا لأننا إرهابية ولأننا قتلة ولأننا عاملين شغلات إجرامية بحق الإنسان أو شيء. كل شغلتنا وين نهاجر بالبحر ونرجع. نزل رجلك شوي. مسكونا وزتونا بهالأنجاج هذا. 1000 نفر صرنا، شي بنغلاديش، شي سودانية، شي أفارقة، شي مصاروة، شي سورية. ايه المعاملة. 31/12. أبو نسيم، شو معك مرض؟ معي الديسك أنا، ومعي السكري، ومعي مفاصلي، معي التهاب بالمفاصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك الكثير من هذه الحالات في هذا السجن، هناك الكثير من الأشخاص في هذا السجن. نريد منكم الإسراع بإنقاذنا بأسرع وقت.